تحرس الجزر حتى يطلع القمر. ماشة تحرس تعالوا نبوق الجزر من ماشة ونسوي عطية تمن. راح نسوي عطية تمن جزر على طريقة السس سعاد. راح تقولون منو هي السس سعاد؟ فتعالوا احكي لكم. من كنت اني بصف ثاني ابتدائي كانت عندي معلمة اسمها السس سعاد. وقفت السس سعاد بباب الصف تحكي ويا معلمة ثانية انه غداهم هو تمن جزر، وانا من ذاك الوقت حبيت التمن جزر بسبب السس سعاد، ولين كنت احبها سمعت الطريقة منها ولحد الان ببالي. فتعالوا خلنا اشاركها وياكم. وبهاي الوصفة راح استخدم تمن محمود، وحبيت اذكركم مسابقة تمن محمود اللي عبارة عن 20 سيارة، والوقت قدامكم حتى تشاركون. والطريقة كلش سهلة وبسيطة. كل اللي عليكم تشترون تمن محمود، وراح تلقون داخل الكيس باركود، وهذا الباركود تقوله صورة وتدخلون معلوماتكم الكاملة، وبهيك شيء اشتركتوا بالمسابقة. فتعالوا هسه نكمل الوصفة. راح تنقعون التمن تقريبا 20 دقيقة، وبعدها راح تضيفون البصل، وبعد ما يتكرمل البصل تخلون صدر الدجاج، وراح تخلون كل البهارات المذكورة بالكابشن، وراح نخلي الجزر اللي بقناه من ماشة ينحمس كل زين. بعد ما ينحمس الجزر راح نضيف التمن ونخلي الماء يغطي التمن ونتركه يتهدر، وبهيج نتيجة صار تمن جزر على طريقة السس سعاد جاهز. وهسه نقدر نقول التمن جزر صار جاهز، وعلى قولة امي تفضل عيني. والله عاشت ايدي، جربوه.